مساء الخير يا حبايبي. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنقول لكم نصيحة لكل أم اتجاه بناتها. كان عندك بنت واحدة، كان عندك بنتين 3، المهم ان انت ما تفرجيش بين ولادك. ولو بنت واحدة وعلى الصبيان ماشي، يكون عندك ولدين، ولد أو ولد وبنت، ان انت تركزي معاهم، ان بنتك دي تاخدها في حضنك، ما تميزيش اخوها عنها ابدا، حسسها بوجودها بكيانها، تكلمي خدي ودي معاها. خليها يعني ايه، يكون في قلبها حنية من يمك، وبره بيك وبره بأخوها وبره بأبوها. علمها الصلاة، علمها حاجات كتير. الدنيا ديت يعني ما عادش لها أمان، ما تخوفهاش، ما تخليهاش مثلا لو عندها مشكلة تلجأ لواحدة صاحبتها يعني تديها نصيحة غلط، أو تلجأ لأي حد تاني. خليها تلجأ لك انتي وتيجي في حضنك انتي، ماشي. ولو انت عندك بنتين 3 ما تميزيش بينهم، ولو واحدة عندها مهارات عالية شوية عن التانية أو شاطرة شوية عن التانية، دايما يعني ما تمدحيش في واحدة قصد واحدة، ماشي. ولو انت مثلا عايز تتكلمي مع واحدة فيهم مثلا، وحابة ان انت تتكلمي مع واحدة فيهم تمدحي فيها ومبسوطة بيها، خلي اختها التانية في المطبخ، في الدرس، في اي مكان، بره البيت، في اي مكان، وقولي انا مبسوطة منك، درجتك حلوة، وتكلمي معاها. لو انت عايزة تقولها كلمتين زيادة يعني مش قدام خواتها، ماشي. في نفس الوقت ان انت ما تميزيش بينهم، يعني خدوهم في حضنك، حسسيهم بوجودك بكيانك كده، قولوا لهم يا حبايبي انتوا لازم تيجوا تستخبوا في حضني لو في حاجة مزهقاكم في الحياة ولا اي مشكلة. بص تعالي استخبوا في حضني، اتكلمي معايا، ما تخليهاش انها تخاف منك. مش مثلا انا اروح نحكي لامي، طب مش عارفه رد امي ايه، فعل امي ايه، طب امي هتضربني، طب نعمل ايه دلوقتي، طب لا، او تتحرج منك مثلا كده. لا لا، يعني حسسها دايما ان انت صاحبتها وعقلك قد عقلها بالظبط، ماشي. جربي منها، ودايما لو في اي مشكله لو بسيطه حاولي ان انت تحلها معاها، وتاخدوا تدي معاها في الكلام، يكون في نقاش بينك وبينها، مش عقاب عقاب عقاب، لا ما ينفعش. هو دي اللي بخوف بناتنا مننا. الام لازم تكون هي الامان، لازم تكون برضو شدة ولين، يعني شد ورخي. مش معنى ان انت مثلا يعني تسيبي لها السايب في السايب ومش عارفه، لا لا، كل حاجة لها حدود، علمها الحرية لها حدود، علمها كل شيء، ماشي. طول بنتك ما معاكي في البيت، من اول ما بتفهم وتستوعب وتلاقيها راحت المدرسة وتتعامل مع ناس بره، وكل يوم تشوف يعني بنات تانية، وتتكلم مع ناس وتشوف يعني حاجات، وتيجي تحكي لك يا ماما حصل كذا، يا ماما حصل كذا، قولي لها الصح والغلط، عرفيها دي عرفيها دي. عرفي بناتك وخصوصا البنات، علميها انها ما تنجلش الكلام ابدا، ولا تسمح كلامه وتروح تقوله. وعلميها دايما دايما تكون صادقة مع نفسها، وتكون كويسة، وتكون يعني حنينة، ماشي. وتخاف ربنا، علميها تخاف ربنا، وعلميها الصواب والعقاب، يعني كل حاجة حلوة علمها لها. الأم هي المدرسة، هي كل حاجة، خليش الحياة تلهيكي. وبعدين بناتنا ما شاء الله يعني محترمين كويسين، علماها حجابها، حجابها أهم حاجة، علماها ازاي ما تكونش متبرجة، ازاي تخاف ربنا، ازاي تحترم الأكبر منها، ازاي ما تتنمرش على حد، ازاي انها تكون في قلبها الحنان، ازاي ان هي يعني تكون حنونة، ماشي. هما اول حاجة البنات بيكونوا حنينين جدا، بس عايز اللي يوجههم، ماشي. علميها ازاي ان هي يعني يكون قلبها عليكي، تكون في البيت مثلا شوية مواعين في الحوض تشطفهم، تخلص مثلا تقوم من على السرير تروجه وترتبه، ترتب سرير اخوها ما تكونش متجله، اعملي كوبايه شاي يا حبيبه البابا تعمل ما تكونش متجله. علميها حركيها، حركيها، ماشي. مش يا ماما انا بنذاكر بنذاكر بنذاكر، ما فيش مذاكره 24 ساعه، هي كده كده هتذاكر، وقول لها اقعدي وقت مذاكره وقت مذاكره، ماشي. وعلميها ازاي ان هي تديري الحياه، تديري الحياه ازاي حتى وهي في بيتك،
حتى وهي في بيتك. ماشي، ربما تكون الام تعبانه، علمها ازاي تشيل مسؤوليه، ان هي ازاي تقف في مطبخ، ازاي ان هي تكون كويسه ومميزه في كل حاجه بتعملها. علمها ازاي تتعامل مع الناس بره، وخصوصا بنتك لما بتتجوز بتكون محتاجاك اكتر ما هي معاكي في البيت كمان. ماشي، علمها ازاي يعني ايه تتكلم مع الناس، يعني مع حماتها، مع سلفتها، مع اهل بيتها. ما انت مربياها كويس ومعلماها كويس ولما تعلمها من صغرها ما تنجلش الكلام، لما تعلمها من صغرها تبقى حكيمة في كلامها في كل شيء، هتطلع كويسة ومحترمة وكل الناس تحترمها. فكله بيرجع للأم. وانت لو بتدي النصيحة مرة واتنين وتلاتة، في ولاد متعبين على فكرة، يعني مش هتاخد منك النصيحة كده وخلاص. بس انت بقى لما تدي النصيحة من صغرها وتكبر على النصايح ديت وتعلميها كده من صغرها، طبعا هتكبر وتكون كويسة وخلاص زرعت فيها الحنان، زرعت فيها الحنية، زرعت فيها العلم، زرعت فيها كل حاجة، القيم، الأخلاق، كل حاجة انت حبها فيها. ماشي، صدقيني انت لو تحط مسافة بينك وبين بنتك ولا بينك وبين بناتك هتخلي الحياة ضيقة في عينيهم خلاص. يعني انت بر الأمان لهم، خليكي دايما بره بولادك، خليكي دايما حنينة عليهم. ماشي، مش زعيق وشخط ونطر، مفيش وقت الكلام، مفيش وقت الكده، لا لا، اتكلموا مع بعض وخدوا ودي معاهم. الجيل بتاع النهاردة لازم تنزلي لمستوى تفكير ولادك، مش معنى تنزلي بقى تهزجي نفسك مش عارف، لا، في قيم، في اخلاق، في ان تاخدي وتدي معايا، يكون في سبيل للنقاش بينك وبينها. ماشي، عشان بنتك دي بعد كده راح تكون ام بيت، هتكون مع ناس، تمشي مع ناس بره هيقولوا ونعمة التربية. يعني بناتنا ربنا يحفظهم ويحفظ بناتي وبنات المسلمين وبناتكم، وربنا يصلح شأنكم وكل ما حطيت ايديكم فيه يا رب. يا رب استرنا واستر وليانا يا رب، سترك ورضاك وحسن لقائك وحسن ختامك. يا رب يكون نصيحتي خفيفة عليكم يا حبايبي يا رب، وكلها معنى كبير عندكم، لان انت ما تقفيش في وش ولادك، دايما خدي ودي معاهم في الكلام، وحتى لو خدت قرار غلط حاولي على قد ما تقدري ان انت تراضيها. لو انت حاسه انها بتاخد قرار غلط، وقفي جنبها، مش معنى تدعميها فيه، لا، وقفي جنبها، مش ما تقطعيش الكلام معاها مره واحده، يكون في نقاش كده، يعني لما توصليها للي هي عايزاه. ماشي، للي في دماغك انت برضو، بس بالنقاش.